عليكم. فوز منتخب مصر على فريق جيبوتي والصعود لكأس العالم 2026 بأمريكا بعد الفوز اللي كان سهل في المتناول على فريق جيبوتي 3-0. أحرز الهدف الأول إبراهيم عادل، وهدفين لمحمد صلاح الكينج اللي هو نجم مصر ونجم العرب ونجم أفريقيا. ألف مبروك منتخب مصر. أكيد الموضوع يمكن كان سهل، وده لأن في 10 فرق في أفريقيا. قبل كده كان في 5 فرق أفريقية والموضوع كان صعب شوية. رغم إني لو قلنا إن مصر من ضمن 10 فرق في أفريقيا أعتقد الموضوع ما هيبقاش صعب يعني. بالعكس، مصر من أفضل فريقين أو 3 في أفريقيا، بالإضافة إلى إن المجموعة ما كانش فيها منافس قوي لمنتخب مصر يعني يقدر ينافس مصر على الصعود. اعتقد ان التحدي الصعب لمصر هو انه يقدر يعمل انجاز اكبر والصعود لادوار تانية في كاس العالم في امريكا. مش قصة انك صعدت بس، والعدد كبير. خلي بالك يعني عدد الفرق اللي هتلعب في كاس العالم عدد كبير، وبالتالي هيبقى يعني ضروري لمصر انها تعملها لاول مره وانها تصعد لدور تاني، خصوصا ان انت عندك نجوم عالميه: محمد صلاح، مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه اسمه، حتى اللاعيبه المحليه لاعيبه مميزه لمنتخب مصر. بصراحة موضوع الصعود لكأس العالم ما اعتقدش انه هو يعني مصر بتحاول تعمل يعني احتفال بالصعود بالقياس للمرات اللي فاتت، لكن الوضع هنا كان سهل وانت بتلعب فريق جيبوتي، فريق اعتقد اي فريق في الدوري العام يفوز عليه بسهولة. يعني انا عايز اقول برضه انه حسام حسن فنيا اعتقد مش هيبقى هو المدرب اللي هو يستطيع انه يبرز امكانيات لعيب زي محمد صلاح، لعيب زي مرموش، لعيب زي مصطفى، لعيب حتى اللعيبه اللي عندنا اللي بتاع حمدي فتحي، لعيبه كلها لعبت في انديه كبيره وانديه عريقه جدا. في فرق افريقيه كتير لسه ما صعدتش، لكن في 3 فرق عربيه صعدوا بالفعل: مصر والمغرب وتونس. ومن اسيا فريق الاردن هو اول فريق عربي صعد. منتخب مصر كان لما هيلعب مع منتخبات قويه واحتكاكات قويه اعتقد هيبان وهيظهر مستوى حسام حسن ومستوى المنتخب المصري. انا اعتقد ان في مشاكل اكيد، وخصوصا في الباكات. اذا اتكلمت عن الباك الشمال محمد حمدي ومحمد هاني، او اذا اتكلمت عن خط الدفاع اعتقد في مشاكل يعني. ربما يكون رامي ربيعه هو الوحيد اللي مستواه ثابت. ويعني نقدر نقول ان المنتخب المصري يحتاج تجربه قويه ويعني وديات مع فرق كبيره شويه. حسام حسن كان بيهرب من الوديات القويه، واخرهم فرصه في اللعب مع فريق زي البرازيل، وقبليها كان في مباريات يعني حسام حسن رفض الاحتكاك بهذه الفرق. يعني انا من وجهة نظري ان حسام حسن قليل على المنتخب المصري وقليل على اللعيبه العالميه دي فنيا. يعني هتقول لي الصعود اي حد كان يصعد بمنتخب مصر بسهوله، لكن انت لما هتيجي تلعب منتخبات قويه اعتقد منتخب مصري هيبقى مش هو اللي انت حاط في ذهنك ان ممكن يعمل نتائج مميزه كاس الامم الافريقيه او في كاس العالم. طيب، بالنسبه لاخبار النادي الاهلي: مدرب دنماركي جديد. كنت بتكلم ان كان الافضل انه يعني عماد النحاس فنيا قليل، لكن بالنسبة للفترة البسيطة اللي ممكن ياخدها هذا المدرب ويبتدي لسه يتعرف على اللعيبة وبتاع ممكن يفقد نقاط. دي وجهة نظري. دايما أنا بقول لو مشى منك مدرب أجنبي كمل بمدرب وطني، وفي الفترات الصيفية هات مدرب أجنبي. هيلعب مباريات يعني ممكن يفقد نقاط على ما يتعرف على اللعيبة وعلى ما يشوف الطريقة والانسجام والكلام ده كله، إلا إذا كان مدرب عالي جدا و في فترة بسيطة يكون قدر يحتوي الفريق ويقدر يسيطر على اللعيبة. أنا مش بأيد قوي عماد النحاس، لأن الفرق اللي فيها نجوم كبيرة السيطرة عليها بيبقى صعبة، خصوصا إذا كان مدرب وطني.
نادي الزمالك أعتقد فيه انفراجة شوية، لكن مشكلة نادي الزمالك هو إنه مش قادر يتخلّص من المدرب اللي عنده مشاكل كتير، المدرب اللي ما عندوش فكر لكرة القدم، ودي وجهة نظري الشخصية. إذا اتكلمنا عن المنتخب التاني هيلاعب منتخب المغرب، المنتخب التاني بتاع حلمي طولان بيلاعب فرق قوية، خلي بالك، يعني بيحتك بفرق مميزة وفرق قوية، الفريق والمنتخب ليه شكل مميز، في لعيبة تحس إنها بتأدي بأداء أحسن كمان من المنتخب الأول. ألف مبروك لمنتخب مصر الصعود لكأس العالم. مش إنجاز دلوقتي بالنسبة ل10 فرق وبالنسبة للعدد الكبير وبالنسبة للمجموعة السهلة، لكن الإنجاز إن يبقى في منتخب يقدر يعني يحقق أمنيات منتخب مصر بكأس الأمم اللي هي غايبة عن مصر من فترات طويلة جدًا، جدًا، وخصوصًا محمد صلاح ما خدهاش. وكأس العالم هيبقى سقف الأمنيات أكبر للصعود لأدوار يعني بعد أدوار متتالية، لأن الصعود فقط فرق كتير هتبص تلاقيها في يعني عادية أقل من منتخب مصر صعدت لكأس العالم مع هذا العدد الكبير والكم الكبير. إن شاء الله بإذن الله نتفرج على منتخب مصر بشكل أفضل، ويعني يكون في انسجام أكبر، ويعني ممكن نشوف حاجة مختلفة عن الفترة اللي فاتت اللي ما كانش فيها إقناع كامل بالنسبة لحسام حسن. يعني ما شفناش المباراة اللي نقدر نقول من خلالها إن لأ، حاسين إن المنتخب مميز يقدر يعمل حاجة. شكرًا لِك.